هاي من قلب الطبيعة. جيتكم اليوم بحكمة كتير مهمة، بس ما فينا نقول حكمة لأنه أنا ما رح أجي أقول حكم ومواعظ، إنما رح أحكي قصة صارت معي وعن جد خلتني يعني أفهم معنى عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بتمنى تستمتعوا بالقصة لأنه عن جد هي كتير حلوة. فاللي صار رح أقولكم شو هو، إنه مو كل رفض يعني خسارة. ليش بقى؟ القصة إنه في شغل اتمنيته بعمر ال16، كنت عم دور على شغل ورحت عملت مقابلة بهذا الشغل وحكينا وخلص كان تمام رح انقبل، وحتى وقتها قالوا لي في أيام تدريب ورح تنزلي وتعملي وكذا، وأنا كتير انبسطت بالمكان وكتير حبيت المكان، كان مكان نظيف وراقي والشغل كتير تمام والمرتب كمان كتير تمام، فإنه خلص أنا إن شاء الله رح أنزل على هذا الشغل. المهم بيجي انه انا ما حدا بيحكي معي ولا حدا بيقول لي انه خلص تمام، بستغرب. فبيجي بتصل وبتواصل معهم. اللي بصير انه اكتشفت انه انا مو من المقبولين بالشغل. وقتها كتير اتضايقت، كنت كتير متعشمة فيه وانه ليش ولا، وضل الشغل هذا ببالي، لا بدي ارجع اقدم، انه بدي خلص بدي اشتغل بهذاك المكان، وضل حرقة مثل ما بيقولوا بقلبي انه هيك يعني. وبعدين اشتغلت شغلانات تانية وعدى حرفيا 3 سنين، انتبهوا عدى 3 سنين على الموضوع. فسبحان الله عن طريق حدا من اصدقائي بيجيني الشغل اللي عندي، بدهم يعني انه انزل معهم خلص فورا يعني. فانا وقتها كنت فاضية وكان يعني استرجعت الموضوع، قلت خلاص انا رح اروح وبدي انزل على هذا الشغل. المهم فعلا بعرف ايمت رح انزل وبروح. اول يوم تمام كان هو 8 ساعات، هدول أسوأ 8 ساعات بحياتي. اللي صار اني رحت تمام، كنت كتير متحمسة واخيرا هذا الشغل بتمناه من زمان، وهون كانت الصدمة. رحت وتفاجأت بطبيعة العمل وطبيعة الشغل، حرفيا مو شي بيناسبني ابدا، مو شي بيشبهني ابدا، مو انا ابدا. انا ما بقدر استحمل اشتغل بهيك مكان، قاعد اطلع على العالم هيك هن كيف قادرين يشتغلوا هون. انا عن جد ما قدرت استحمل كم ساعة. ما عرفت ايمت الوقت خلص ورحت على البيت، دخلت على سريري وحرفيا كنت منهارة عم ببكي من اللي صار معي. كان كتير شغل يعني فيه كتير ضغط، فيه ما شغل بيناسبني بصراحة. هو عامة أعطيكم هنت، هو شي بخص الأطفال، مع إنه أنا بعرف أتعامل مع الأطفال، بس هو الشغل كان فيه كتير ضغط على الواحد. ما علينا ما رح أحكي بتفاصيل، إنما الحكمة شو؟ إنه أنا فهمت إنه ليش ربنا ما خلاني يروح على هذا الشغل من 3 سنين، لأنه هذا مو شغلي ومو مكاني. إذا لما بيكون في رفض فهو هذا حماية إلنا، صدقوني هو حماية إلنا. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كتير أيقنت بهاي المقولة بعد ما رحت على هذا الشغل، وقلت الحمد لله إني أنا ما انقبلت فيه، وانبسطت إني رحت وجربت، لحتى ما ضل طول عمري عم بسأل ليش ما انقبلت. وما عاد أسأل ولا عاد أقول كلمة ليش. رح أحاول يكون عندي إيمان بأي شيء بصير معي إنه هو خير إلي. لما رفضت بهذا الشغل وكتير زعلت وقت، هذا كان حماية إلي ولنفسيتي ولشخصيتي. ربنا عارف وعالم بيني، فعالم شو الشي اللي بيناسبني وشو الشي اللي لا. بس هذا كله الموضوع. اليوم بدنا رواق، اوكي؟ فيمكن في اشياء ما عم تصير معنا اليوم مو لانها سيئة، بل لانها مو إلنا. لازم نفهم هذا الشي بليز، اوكي؟ بتمنى تكونوا استفدتوا، وبتمنى كلياتنا نبلش نفهم انه ما في شي ضدنا. الفكرة بس انه في شي إلنا شي مو إلنا وبس. والله باي.